دخلت لتستحم لليوم الثاني على التوالي، ثم تعطرت وتزينت، مما حير أمها وزاد من شكوكها، فهي عادة ليست بهذا الاهتمام بنفسها ولا تعرف بالنظافة الزائدة. خرجت الفتاة إلى المعهد وظلت الأم قلقة تفكر فيما تنويه ابنتها. انتظرت عودتها من الدراسة لكنها تأخرت كثيرا في العودة. عندها تأكدت الأم أن ابنتها قد فعلت شيئا خاطئا. ما إن دخلت الفتاة البيت حتى هاجمتها أمها بعصا المكنسة وهي تصرخ: أين كنت؟ لا تقولي إنك مع من وين؟ وفجأة سقط شيء من محفظة الفتاة، وعندما قرأت الأم ما كتب عليه كانت المفاجأة. لقد كانت هدية عيد الأم، وكان هذا هو سبب تأخرها. ابنتي، سامحيني، لقد أسأت الظن بك. فمسحت الفتاة أنفها المبلل وقالت: لا بأس، المهم أن أراك سعيدة. لقد تأخرت اليوم فقط لأشتري لك الهدية من المحل الريومادوني. المحل الريومادوني إنه فعلا بعيد، كيف ذهبت إلى هناك؟ وصلني زميل الدراسة بشير على دراجته النارية. وهنا احمر وجه الأم وعلت نبرة صوتها: بشير يا اليوم على دراجته، لقد نشدك على سطح بيته. ثم ضربتها من جديد وقررت معاقبتها لأسبوعين.